ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير يا رب. معاكم محمد ايهاب. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وشير عشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات. تعالوا النهاردة كده في قراءة غريبة شوية بس طلبت مني كتير. هنعرف بإذن الله فيها كل حاجة متعلقة بموضوع السحر. هنشوف النهاردة في القراءة حسب الأسئلة اللي هتلاقيها موجودة في صندوق الوصف النهاردة. أين يوجد السحر؟ واسم كمان الشخص اللي عمل لك كده ومواصفاته، وهل السحر ده قديم ولا جديد، وهل ممكن يحصل بإذن الله تشافي من السحر ده ولا لأ. يلا كده هنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم بأول حرف من اسمك أنت. هتلاقي الحروف موجودة في صندوق الوصف. تعالى نبدأ يلا كده ونشوف بإذن الله القراءة بتاعتنا النهاردة بتقول إيه. لايك وشير وكومنت كده عشان القراءة تعلى معانا، ويلا كده والطاقة بتاعتكم توصل لي أكيد. للناس أكيد اللي حابة تحجز قراءة خاصة معمقة أكتر بيك، تقدر طبعا تتواصل معايا على الواتساب على الأرقام اللي هتلاقيها موجودة قدامك على الشاشة أو هتلاقيها موجودة في صندوق الوصف. اسم الشخص اللي عمله مواصف. بالنسبة للطاقة بتاعتك في الوقت الحالي، مبدئيا كده انت طاقتك في الوقت الحالي ممكن تكون عندك طاقة توتر في الوقت الحالي بشكل قوي جدا. بشوفك برضو في الوقت الحالي هنا انك في حاجة مش فاهمها، في حاجة مثلا مش عارف في الوقت الحالي مثلا ايه اللي بيحصل، او مش عارف في الوقت الحالي مثلا إيه اللي بيدور مثلا من ورا ظهرك، او حاسس ان في ناس مثلا بتتكلم عليك، حاسس ان في ناس ممكن تكون مش حابه لك الخير، في عندك توتر، في عندك تشتت من شيء معين في الوقت الحالي. بشوفك برضو هنا كمان انك في الوقت الحالي على قد ما بتقدر بتحاول انك تبقى راسي كده او تبقى هادي، لكن من ظاهر قدامي هنا انك مشتت، او انك في الوقت الحالي مش عارف تاخد اي قرار بشكل هادي شويه. يعني بشوفك انك عندك توتر دايما، عندك قلق، عندك خوف شويه. ممكن كمان برضو يكون عندك عدم فهم الموضوع معين، او تشوش كده في الرأي أو في التفكير. ممكن كمان لبعض الناس هنا بيجيلك صداع على فكرة الفترة دي بشكل متكرر. فده بالنسبة للطاقة بتاعتك، لو مظبوطة كمل القراءة، لو مش مظبوطة اسمع طبعا طاقة المجموعة التانية إن شاء الله تلاقي الطاقة بتاعتك معايا النهاردة في القراءة. مبدئيا كده بقى أول سؤال معانا، السحر ده ممكن يكون معمول لك فين، أو السحر ده ممكن يكون بالظبط فين بالظبط، يعني المكان بتاعه هنقوله لك ان شاء الله. مبدئيا كده لبعض الناس اللي بتسمعني في الوقت الحالي، الشخص ده اللي عامل لك السحر بينقسم لحاجتين. بعض الناس بشوف ان السحر ده عندك موجود في مكان في بيتك، او في مكان مثلا في شغلك، او في هدومك، او في حاجة مثلا بتخصك. وبعض الاخر ممكن تكون انت واكل او شارب السحر ده. البعض اللي بشوف ان هو عنده السحر في البيت، او عنده السحر مثلا في عقل الدار بتاعك، او في هدومك، او في حاجه زي كده. بشوف ان هو في حاجه بتخص الاسره، مثلا ممكن يكون في غرفه نومك، مثلا ممكن يكون في حاجه ليها علاقه مثلا بالملابس، مثلا ممكن يكون في دولاب عندك، او في خزانه مثلا موجوده بتاعتك، الخزانه الخاصه بيك، او ممكن تكون مثلا في غرفه نومك مثلا انت وزوجك. بشوف برضو هنا كمان ان السحر ده ممكن يكون للناس اللي هي شاكه ان السحر ده موجود في البيت عندك، او مثلا ممكن يكون معمول لك في ملابس او حاجه زي كده. فهو ممكن على فكره هيكون في حاجه ليها علاقه، او مثلا ملبس شتوي، يعني اللي ظاهر معايا هنا، او ملبس مثلا بكم، مش ملبس نص، او ملبس مثلا اوف شولدر، او حاجه زي كده. لا، اللي ظاهر معايا هنا ان الملبس ده بكم، او الملبس ده
طويل الأكمام يعني، أو ملبس لبعض الناس ممكن يكون شتوي، برضو دي حاجة ظاهرة معايا قوي. شوف برضو هنا كمان للناس اللي شاربة السحر ده، فانت السحر ده على فكرة مؤثر على حياتك بشكل عام، ممكن يكون مؤثر على الصحة، ممكن يكون مؤثر على الرزق، على علاقتك بزوجك مثلا، بأطفالك، بأولادك، بإخواتك ممكن، أو بالناس مثلا اللي موجودة حواليك. فالسحر ده مؤثر على الشيء ده، دي حاجة ظاهرة معايا قوي في الوقت الحالي. شوف برضو هنا كمان ان السحر اللي ظاهر معانا ده ده انت شاربه على فكرة لبعض الناس، او انت واكله، يعني ده اكل مثلا انت ممكن تكون تحط لك فيه، او مثلا شراب انت مثلا ممكن تكون شربته، او زي ما قلت للناس التانية اللي هي ممكن يكون عندك السحر ده في عقل دارك، او السحر ده موجود في البيت بتاعك. خاصة برضو لو انت مثلا ما عندكش غرفة زوجية، او مثلا ما عندكش مثلا غرفة مخصصة ليك، فممكن يكون مثلا في غرفة أحد الوالدين، أو ممكن يكون مثلا في بيت عيلة، أنت مثلا ممكن تكون قاعد في بيت عيلة، فبيت أو أوضة أو غرفة الأم والأب أنت ممكن تلاقي فيها السحر ده مرشوش، أو السحر ده مثلا موجود هناك. فده بالنسبة لوضعية السحر أو مكان السحر بالظبط فين. فدي صراحة الأشياء اللي موجودة معايا هنا في الوقت الحالي. بالنسبة بقى لاسم الشخص اللي عمل السحر ده أو مواصفاته بالظبط، فاسم الشخص ده هقول لك الحروف أكيد، وأنت طبعا إيه يعني وجه برضو الحروف اللي تظهر معانا سواء بالعربي أو بالإنجليزي أكيد هقولها. حرف الألف، حرف العين، حرف الإيه، حرف الإيه اللي هو بالإنجلش، وحرف التي، وحرف الدبليو، حرف كمان الآي، وحرف الواو، حرف الغين، وحرف الف برضو ظاهر معايا، وحرف النون، وحرف الميم برضو ظاهر معانا هنا، حرف الغين برضو لو ظاهر معانا كمان برضو بشكل متكرر، وحرف الأو برضو قلنا، حرف الدبليو، حرف الام، حرف الميم برضو ظاهر معانا، حرف الجي والجي، حرف الاي برضو متكرر معايا برضو هنا كذا مرة. وبرضو هنا متكرر معايا هنا اسم بيتكون من 3 حروف، يعني في حد هنا اسمه بيتكون من 3 حروف برضو، ايه خدوها في عين الاعتبار. ممكن برضو اسم مركب، يعني ايه زي مثلا مش شرط اسم، بس يعني انا هقول لك ايه، يعني مثلا كشبيه مثلا، اللي هو الاسماء المركبه زي عبد الرحمن، زي عبد الله، يعني عارف اللي هو مثلا في ايه، في اسماء مركبه سواء رجل او سيده يعني. فهو في ظاهر معايا حاجه اسم مركب او اسم غريب، اسم مثلا ايه مش معروف قوي، او اسم مش متداول قوي. يعني انا بحاول اقول لك كل الاحتمالات، وانت اكيد وجه القراءه في سكه حياتك، او خدها اكيد حسب وضعيتك انت. بالنسبة بقى لاسم، احنا قلنا الحروف بتاعة الشخص ده او اسمائه. مواصفات بقى الشخص ده، فمواصفات الشخص ده على فكرة بان هو شخصية عصبية جدا، وشخصية منفعلة، او شخصية دايما بيتعصب من اقل حاجة، شخصية ممكن يكون مستقر ماديا، او شخص معاه فلوس، شخص معاه مستقر ماديا، يعني عارف اللي هو ايه، يعني شخص كده ليه تقله يعني في الفلوس، وشخص معاه، يعني مش شخص ان هو فقير، او شخصية مثلا ان هو حد يعني، لا هو على الاقل ممكن يكون شخصيه مستوره، يعني زي ما بنقول بالمصري، او شخصيه مثلا ايه مستقر ماديا، او الفلوس اللي معاه على قد عيشته او على قد حياته، مش شخصيه ممكن لبعض الناس يكون شخصيه باهظه قوي، او شخصيه مثلا معاها فلوس كتيره. لكن اللي ظاهر معايا هنا برضو ايه ناس متوسطه برضو شويه. شوف برضو هنا كمان ان الشخص ده ممكن يكون حد عارف قيمة نفسه بشكل كويس. شوف برضو هنا كمان ان الشخص ده دايما بيحاول ان هو على قد ما يقدر يعمل علاقات كتيرة، يعني ايه، يعني مثلا هو ممكن يكون بيحاول دايما ان هو يتعرف على ده وده وده، شخص اجتماعي يعني، عشان برضو العلاقات دي تنفعه، او عشان العلاقات دي مثلا ايه تفتح له ابواب شغل، او العلاقات دي مثلا تظبط من وضعه برضو الاجتماعي. شوف برضو هنا من صفات الشخص ده ان هو دايما بيبان على فكرة ان هو طيب جدا، بيبان ان هو شخصية صالحة كمان برضو، او بيبان يعني ان هو شخصية كده ايه يعني متقية يعني. شوف ان الشخص ده دايما بيحاول ان هو يبان بالوضع ده، او بيحاول ان هو يبان بالشكل ده شوية. شوف برضو هنا كمان ان الشخص ده دايما عنده فضول تجاه الاخرين، دايما عايز يعرف فلان بيعمل ايه، فلان عامل مع مين، فلان قاعد مع مين، كلت ايه، شربت ايه، عايز دايما يعرف كل حاجة عن كل الناس اللي موجودة حواليه.
شوف برضه هنا كمان ان الشخص ده من مواصفاته ان هو شخصية دايما ممكن يكون يا بيلبس حجاب مثلا، ممكن لو سيدة مثلا او هي بنت ممكن تكون بتلبس حجاب، او مثلا ممكن تكون بتلبس كده زي عمة مثلا، او يعني انا عايزة اوريكم كده الشكل، هعمل زوم عليها شوية. يعني انتوا شايفين لابس عمة كده، او حد لابس مثلا طاقية دايما، يعني دي حاجة ظهرت برضو هنا معايا، او مثلا اشارب كده خفيف، دي حاجة ظاهرة اهيت. وبشوف برضو هنا كمان ان الشخص ده بشوفه ان هو شخصية دايما بيحاول ان هو يلفت نظر الناس اللي موجودة حواليه بحركات كده غريبة، ممكن يكون الناس اللي حواليكوا أصلا ما بتبقاش فاهماهم، الناس اللي حواليكوا مثلا ما بتبقاش عارفة هو ليه بيعمل كده، يعني عارف اللي هو كده إيه، بيحاول إن هو زي يستعرض عضلاته، يحاول إن هو يلفت انتباه الناس كلها ليه، يعمل حركة كده عارف تبقى مستفزة إلى حد ما، يعني حسب اللي ظاهر معايا هنا في كارت البيج اوف كابس ويلز تاور، ممكن تكون حركة مستفزة إلى حد ما شوية. فده بالنسبة لمواصفات الشخص ده، ممكن يكون الشخص ده مش طويل قوي ومش قصير قوي، يعني هو شخصية متزنة كده، او شخصية مثلا ايه طوله متوسط. شوف برضو كمان ان الشخص ده ويعني درجة لونه برضو كده ايه مدية على الشخص الفاتح شوية، يعني عارف اللي هو مش شخصية سمراء قوي ولا هو شخصية بيضة قوي، يعني عارف هو شخصية كده ايه قمحوية شوية، او هو شخصية لونه حلو، يعني عارف لونه كده لونه حلو، ولا هو اسمر خالص، ولا الشخص ده اللي هو ابيض قوي، عارف اللي هو الدرجة المتوسطة في الوقت الحالي. شوف برضو هنا كمان ان في ملامح الشخص ده او في تصرفاته، احنا بنتكلم دلوقتي على ملامح، هو شخصية يعني دايما بيحب برضو كده ايه، ممكن لبعض الناس يكون الشخص ده دايما بيلبس جلابية، او دايما بيلبس مثلا ايه عباية دايما، يعني مثلا دي حاجة ظاهرة معايا قوي، الشخص ده مثلا ممكن يكون بيلبس عباية دايما، او بيلبس مثلا طوق، يعني عارف اللي هو دايما بيلبس ايه جلابيه، بيلبس عبايه، بيلبس دايما حاجه كده بتبقى لما جسمه كله، حاجه ظاهره معايا قوي. وقليل قوي قوي قوي، يعني اقول لك ايه، بنسبه 30% لو الشخص ده كان بيلبس مثلا بنطلون وجاكيت ولا قميص مثلا، ولا لو سيده مثلا بتلبس بنطلون وبلوزه، قليل قوي يعني. بس هنا الاغلبيه ان الشخص ده ممكن يكون بيلبس عباءه، يعني دي حاجه ظاهره معايا قوي. الشخص ده برضو اللي ظاهر معايا ممكن يكون الشخص ده متزوج، او الشخص ده ممكن يكون عنده اطفال مثلا، ممكن يكون عنده عدد كويس من الاطفال، بس يعني اللي ظاهر معايا هنا ممكن يكون عنده 2، والبعض الاخر ممكن يكون الشخص ده يعني عنده كتير، يعني فاهم اللي هو ايه، يعني بيتراوح من 2 فيما فوق، بس اقسام 9 يعني، اقصى عدد الاطفال عند الشخص ده 9، مش هيزيد عن كده. بس اللي بشوف هنا ان الشخص ده ممكن يكون عنده يا طفلين يا اكتر من اطفال، المهم ما يتجاوزش رينج ال9، يعني اللي ظاهر معايا كده. آه، دي حاجة برضو ظاهرة معايا قوي. عمر الشخص ده مثلا بيتراوح بقى من الأعمار ايه، ممكن يكون في سن الشخص ده رقم 9 ورقم 2 ورقم 8 ورقم 1 ورقم 6، ديت الأرقام اللي ظاهرة معايا قوي. ممكن مثلا برضو يكون الشخص ده بيتراوح سنه ما بين ال35 لحد ال50، برضو دي حاجة ظاهرة معايا قوي. سن الشخص ده بيتراوح هنا، ده في ظاهر لي في كارت البيج اوف كابس، سن الشخص ده بيتراوح من سن ال35 لحد ال50 سنة، برضو ايه ظاهر معايا يعني. واخر حاجة 59، يعني رقم كده، يعني ده حالة فردية لوحدها كده في حتة يعني. فده بالنسبة لسن الشخص ده، او دي اكتر الحاجات او المواصفات اللي ظاهرة لي مع الشخص ده. تعالى بقى كده هناخد ونشوف هل السحر ده قديم ولا جديد، ولا السحر ده مثلا بيحصل منه تشافي ولا هو راح، يعني عارف كده ايه، هنعرف شوية ديتيلز عن السحر ده ان شاء الله. تعالى يلا كده نشوف الكروت. لو لسه اكيد ما عملتش لايك وشير وكومنت، اكيد نورني طبعا، واعمل شير ولايك وكومنت للقراءة عشان توصل اكيد لاكبر عدد، واخد الطاقة بتاعتك معايا ان شاء الله. اكيد طبعا لو حابب تحجز بقى قراءة خاصة معمقة اكتر بيك، تواصل طبعا معايا على الواتساب على الارقام اللي هتلاقيها موجودة في صفحة او في صندوق الوصف، او هتلاقيها موجودة في اول تعليق، او هتلاقيها موجودة قدامك على الشاشة. تواصل طبعا اكيد معايا عشان تعرف الاسعار والقرايات المعمقة اكتر بيك. هل السحر ده جديد ولا قديم؟ هل السحر ده جديد ولا قديم؟ انا كده عشان الكروت ايه حاسسها كده مش مظبوطة شوية.
هل السحر ده تقدر إنك تتشافى منه؟ تمام. مبدئيًا كده السحر ده بقى له رقم فيه 1، يا سنة، يا شهر، يا مثلًا هو رقم فيه 1، يعني دي حاجة ظاهرة لي أوي، أو أنت بدأت تظهر عليك الأعراض بدايةً من رقم فيه 1، دي حاجة ظاهرة لي أوي. شوف برضه هنا كمان إن السحر ده يعني هو ممكن قديم، أو السحر ده اللي ظاهر معايا كده إن هو بيتجدد، والسحر ده اللي ظاهر معايا هنا إن هو بيخلّيك دايمًا متعصب، بيخلّيك دايمًا إنك عندك طاقة كده مش طايق كل الناس اللي حواليك، مش عايز تكلم حد، مش عايز تشوف حد، فجأة مودك كده يتغيّر وتبقى متقلّب المزاج، وتحس كده بإنك زهقان كده أو عايز تفصل عن باقي الناس أو باقي البشر اللي موجودين حواليك، يبقى كده عندك طاقة إلى حدٍ ما مش لطيفة، أو أنت نَفْسك ما بتبقاش فاهم إيه السبب، أو ما بتبقاش فاهم بالضبط أنت بتعمل ليه كده، أو الأشياء دي مثلًا ليه بتحصل، يعني أنت بتبقى مش فاهم بالضبط أو مش عارف أنت ليه بتندمج تحت كل البنود دي. فهل السحر ده جديد والّا قديم؟ اللي ظاهر معايا إن السحر ده الصراحة قديم أو بقى له فيه رقم 1، أنت أكيد اللي هتبقى بتحدد، يعني سواء بقى له شهر، يوم، أسبوع، سنة، 10 سنين، رقم فيه 1، حاجة ظاهرة معايا أوي. فأنت أكيد اللي هتحدد لي برضه. بس اللي كل اللي أقدر أقوله لك إن خلّي بالك لإن السحر ده متجدد، فأنت خلّي بالك، دي نقطة ظهرت معايا وحبيت أكيد إن أنا أوضّحها لك. بالنسبة بقى للسؤال اللي بعديه، هل مثلًا إن شاء الله ممكن يحصل ليك تشافي من السحر ده؟ ممكن يحصل ليك تشافي من السحر ده في حالة واحدة، إنك تحاول على قد ما تقدر إنك تقرا قرآن، تحاول على قد ما تقدر إنك تصلي، تعمل مثلًا أي حاجة ليها علاقة بالأمور الروحانية تتقرب من ربنا أكتر، تحاول على قد ما تقدر تطلع صدقات، تطلع مثلًا حاجات كده تبقى كفيلة عنك مثلًا وتدعي كده بصفاء نية أو بقدرة من تطلب فعلًا الدعوة دي من ربنا، إن ربنا يعفو عنك أو ربنا مثلًا إن هو يبدأ إنه يخلّصك من السحر ده أو يخلّصك مثلًا من الأذى ده شوية، لإن أكيد ده أذى، فأنت يعني أنتم اللي بيسمعوني أكيد ناس كويسة وناس محترمة، فيعني منّه لله بجد اللي عمل لك حاجة زي كده بجد يعني. فأنت حاول إنّك تتقرّب من ربنا، حاول إنّك على قد ما تقدر تحاول شوية إنّك تبقى يعني تقاوم السحر ده أو تحاول إنك تقاوم وتحاول إنك تحسس نفسك إن مفيش أي حاجة، تحسس نفسك دايما إنك كويس أو إنك مثلا مفيش أي حاجة بتتعبك أو مفيش أي حاجة. غير كده كمان برضه لو بتعرف إنك تستعين مثلا بحد ذوي خبرة شوية، وبأكد على حتة ذوي خبرة، مش أي حد، يعني مش أي حد يجي يقول لك أنا بعرف أعمل أفك السحر ده تروح رايح له، يعني مش بقول كده. اللي ظاهر معايا هنا إنك على قد ما تقدر تحاول إنك تدور على حد كويس، حد تتأكد منه، مش أي حد والسلام، لأ تحاول إنك تتأكد، حاول إنك تشوف الشخص ده فعلا هيبقى حقيقي ولا لأ. فدي حاجة ظاهرة معايا أوي في الوقت الحالي عشان إنه أنت بإذن الله تتخلص من السحر ده، بس إن شاء الله عندك تشافي بإذن الله، يعني إذا تقربت من ربنا وأكيد صليت برضو أو شفت مثلا على جوجل أو شفت مثلا على حاجة معينة بتتخلص مثلا من السحر ده بالآيات القرآنية أو حاجة زي كده، ويفضل الصراحة إنك تعملها بنفسك، دي حاجة ظاهرة لي أوي الصراحة. فديت كانت القراءة بتاعتنا النهاردة، أتمنى لكم أكيد التوفيق والخير يا رب. أصحاب المجموعة الأولى هنقول طاقات الأبراج اللي ظهرت معايا، ظهر معايا برج العذراء، برج الأسد، برج الحمل، ظهر كمان معايا برضو هنا زورية جميع الأبراج، ظهر كمان معايا هنا برج الجوزاء، برج السرطان، الدلو، الحوت، الميزان، العقرب، وكمان السرطان. دي طاقات الأبراج اللي ظاهرة معانا. أشوفكم على خير، يلا ننتقل لأصحاب المجموعة التانية وتعالوا نشوف عندهم إيه. يلا أصحاب المجموعة التانية تعالوا كده يلا نشوف السحر أكيد اللي عندكم ده، هنعرف كل التفاصيل اللي موجودة عنه. لو أول مرة بتشوفوني أنا محمد إيهاب، ما تنسوش أكيد اللايك والاشتراك في القناة والشير عشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات. ويلا كده نيجي في القراءة هنا آخد كل أصحاب طاقة الشير واللايك والكومنت، وتعالوا يلا كده نشوف بالظبط السحر ده. اكيد طبعا لو حابب تحجز قراءه خاصه معمقه اكتر بيك تقدر طبعا تتواصل معايا على الواتساب على الارقام اللي هتلاقيها موجوده في صفحه او في صندوق الوصف او في اول تعليق، او هتلاقيها موجوده قدامك على الشاشه.
تفتقد في الوقت الحالي الفايف اوف وانز. فانت في الوقت الحالي انا بشوفك بتحاول تعافر في الوقت الحالي مثلا عشان توصل لحقيقة، بتحاول في الوقت الحالي مثلا انك تشوف كده مثلا ايه اللي بيحصل حواليك. بشوفك انك في الوقت الحالي برضو ممكن تكون بتعاند حد، او مثلا ممكن تكون في الوقت الحالي عندك حاجة معنداك، في مثلا تحدي، في مشكلة، في مشاكل عندك، او في مثلا في الوقت الحالي الدنيا مش افضل حاجة عندك، او في معافرة في الوقت الحالي عندك في الوقت الحالي. شوف برضه هنا كمان ممكن يكون لبعض الناس عندك مشاكل مش عارف تتخلص منها، او عندك مثلا اشياء في الوقت الحالي بتحاول انك تبقى تتجاوزها او تتخطاها بس مش عارف يعني، او مثلا ممكن تكون حاجات من الماضي يعني انت في الوقت الحالي ايه مش عارف تتخطاها شويه. تعالى يلا كده نبدا. لو اكيد الطاقه بتاعتك مظبوطه كمل القراءه، لو مش مظبوطه اسمع طبعا طاقه المجموعه الاولى، ان شاء الله تلاقي الطاقه بتاعتك معايا النهارده. مبدئيا كده اللي بشوفه هنا ان مكان السحر عندك في الوقت الحالي، او اين يوجد السحر، بشوف ان السحر عندك على فكره في، يعني هو في مكان فيه صحراء يعني، او السحر ده موجود. يعني هو قراءة غريبة شوية، يعني هو مكان السحر ده عارف موجود كده مثلا في حيوان، ممكن مثلا مربوط خاصة في خيل او فرس مثلا او حاجة زي كده. بشوف ان السحر ده مربوط في حاجة، في حاجة زي كده. ده اقرب حاجة الصراحة ظهرالي. او مثلا السحر ده بتاعك موجود عند مثلا في صحراء، في مكان مثلا فيه رمل كتير، مكان فيه اشجار مثلا، او مهجور، مكان ما حدش يعرفه نهائي. مثلا ممكن يكون برضه في مقابر، او مثلا ممكن يكون في حته كده عارف ما تخطرش على بال اي حد. فبس اللي ظاهر معايا هنا ان السحر ده الصراحه ممكن يكون موجود في حته فيها مقابر. اكتر حاجه، اكتر حاجه ظاهره معايا هنا في القراءه الصراحه. مثلا ممكن يكون في مقابر، ممكن يكون في صحراء، ممكن يكون في مكان مقطوع، عارف مكان كده ايه محدش اصلا ايه يعني عارف بيخشوا كتير، او مكان ما فيهوش حركه كتير قوي بتاعه البني ادمين. دي حاجه ظاهره معايا قوي. وممكن برضو لبعض الناس ممكن يكون السحر ده مربوط مثلا او موجود في رجل فرس، او مثلا موجود مثلا عند خيل، او موجود مثلا في حاجه زي كده. دي حاجه ظاهره معايا قوي في الوقت الحالي. فده بالنسبة لموضع أو مكان السحر في الوقت الحالي موجود فين. دي أكتر مناطق على فكرة اللي ظاهرة معايا قوي. وحتة ممكن يكون أصلا يا أنت فكرت فيها قبل كده، أو في حد ممكن يكون لفت انتباهك قبل كده أصلا فيها، أو مثلا ممكن تكون أنت حلمت بحاجة زي كده. في حاجة برضو أو في إشارة ظهرالي في الوقت الحالي بتقول كده. بالنسبة بقى لاسم اللي عمل السحر ده ومواصفاته، مبدئيا كده الأسماء اللي ظهر معايا هنقول الحروف طبعا زي المجموعة الأولى. ظهر معايا حرف الاس، حرف التي، حرف الاي، حرف البي، حرف الاو، وحرف الاس برضو، والدي ظاهر معايا قوي، السي واليو. ظاهر كمان معايا برضو التي والاي. ظاهر كمان معايا هنا برضو الاي والان. مفيش حروف عربية الصراحة ظاهرة معايا قوي. يعني حرف الشين ممكن بس ده اللي ظاهر معايا، يعني عارف ده حاجة كده ظاهرة معايا. ممكن هو حرف الره شوية، يعني فاهم حرف الره كده ايه مديلي علامة إلى حد ما. فديت الصراحة الحروف اللي نازلة معايا في الوقت الحالي، أو ده بالظبط يعني يعتبر إيه، يعني عارف الحاجات اللي هي إيه يعني مديني دلالات شوية في الوقت الحالي عن الشخص ده. نقول بقى المواصفات بتاعته. ممكن يكون الشخص ده على فكرة شخصية نرجسية قوي 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 فوق ما تتخيل، وشخص واثق من نفسه جدا جدا جدا، شخص عارف قيمة حاله كده، شخص عارف ان هو حلو. ممكن يكون الشخص ده عارف ان هو مثلا عنده منصب، عنده مثلا حاجة ممكن تكون مش موجودة عند الناس، ممكن مثلا تكون حاجة بتميزه عن بقية الناس. مثلا ممكن كمان برضو الشخص ده يكون فيه علامة في وشه، يعني وجهه كده ممكن تلاقي فيه علامة، ممكن تلاقي مثلا فيه شامة كده شوية، أو مثلا ممكن يكون الشخص ده مميز بحاجة في الوش، أو مميز بحاجة في جسمه، حاجة فيها حاجة بتميز الشخص ده عن بقية الناس، عن بقية الناس اللي هو بيتواجد حواليهم. يعني دي حاجة ظاهرة معايا قوي. شوف برضه مميزات الشخص ده ان هو حد مندفع الى حد ما شوية، حد غيور جدا 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 على الشخص اللي هو بيحبه. شوف برضه ان هو ممكن يكون حد مندفع او حد غشيم شوية، حد مندفع، حد ذكي في نفس الوقت، بس ممكن يكون تهوره ده بيوديه في حتة يعني عارف تانية كده. يعني ممكن تهوره ده بيوديه في حتة بعيدة، او تسرعه ده بيوديه كده ورا الشمس، او بيوديه كده في حتة غريبة شوية. شوف برضه ان الشخص ده ممكن يكون كان في علاقة منفصل قبل كده، او الشخص ده ممكن يكون منفصل عن آم،
عن زوج، عن زوجة، أو مثلًا ممكن يكون حد من أولاده منفصل لو هو شخص مثلًا كبير، أو برضه حاجة ظاهرة لي في الوقت الحالي بتقول الشكل ده، أو الشخص ده دايمًا روتيني، مش شخصية متجددة كده، أو مش شخصية كل يوم بشكل، لأ هو شخصية روتينية من أول أمّا أنت عرفت الشخص ده لحد دلوقتي هو ما اتغيّرش، هو موجود على نفس الأزل ومن قديم الأزل على نفس الوضع ده، أو نفس مثلًا الطبع اللي أنت بتشوف الشخص ده عليه في الوقت الحالي. باشوف برضه هنا كمان إن الشخص ده حد عارف قيمة نفسه بشكل كويس، حد ممكن يكون الناس اللي حواليه بينبهروا بيه دايمًا، أو ممكن يكون الشخص ده بيخدم الناس اللي حواليه كتير، بيحاول مثلًا إن هو يعمل لهم طلبات، بيحاول مثلًا إن هو يودّي لهم مثلًا أو يساعدهم في شيء معين، بيحاول برضه الشخص ده إن هو من صفاته شوية برضه ممكن يكون شخصية موتّرة لحدٍ ما، يعني مثلًا ممكن لو أنت بتقرّبه منك دايمًا ممكن يكون شخصية مُحبطة، شخصية دايمًا مثلًا إيه يحاول إن هو يوتّرك، يحاول إن هو يقلقك، يحاول إن هو يخلّيك دايمًا كده إيه يزعزع ثقتك بنفسك. شوف برضه إن الشخص ده عنده الجزء ده شوية. شوف برضه هنا كمان إن الشخص ده حد ممكن يكون بيربّي حاجة، يعني مثلًا ممكن يكون بيربّي مثلًا حيوانات، بيربّي مثلًا دواجن ممكن يكون، أو بيربّي مثلًا أبقار، ممكن يكون بيربّي مثلًا عنده أحصنة، عنده مثلًا ممكن يكون الشخص ده قطة، كلب، عنده عارف اللي هو كده عنده حاجة بي دايمًا بيربّيها، والحاجة دي مثلًا غير عاقل، يعني عارف بقى أي حاجة، يعني أي حاجة طيور مثلًا، فهو عند الشخص ده ممكن يكون حاجة هو بيربّيها، أو الشخص ده ممكن يكون عنده حاجة بيهتم دايمًا بيها، وشايف إن الحاجة دي دايمًا مثلًا إيه هي مصدر قوته أو مصدر رزقه، لبعض الناس ممكن يكون دي مصدر رزق أصلًا للشخص ده. شوف برضه هنا كمان إن الشخص ده دايمًا بيحاول كده يبين إن هو شخصية متدينة شوية، يعني دي حاجة ظاهرة معايا أوي، إن الشخص ده دايمًا بيحاول كده إن هو يبين شخصية حقانية، شخص ما بيحبش الظلم، شخص دايمًا بيتقي كده ربنا، وشخص يعني إيه ما بيقومش من على سجادة الصلاة يعني، بيحاول دايمًا ممكن يبين الشخص ده كده شوية. دي حاجة ظاهرة لي الصراحة يعني إيه حبيت إن أنا أوضحها لبعض الناس يعني. شوف برضه هنا كمان إن الشخص ده ممكن يكون أحيانًا بتيجي له كده مشاكل معقدة ما بيعرفش يحلها، أو حاجات في الوقت الحالي مثلًا بتيجي إيه تطرق عليه كده ممكن تكون بتحاول إنها توتره، أو بتحاول إنها تقلقه، أو بتحاول إنها تهدم الشخص ده على كل اللي هو عمله. يعني إيه؟ يعني مثلًا ممكن يكون بتيجي له مشكلة مثلًا كده معصلجة، أو مشكلة معقدة ما بيعرفش إن هو يحلها، أو ما بيعرفش إن هو مثلًا يضبطها، فباشوف إن الشخص ده بييجي له كده إيه حاجات غير اللي هو متوقعها، بتطلع له كده مفاجأة يعني. فدي حاجة إيه ظاهرة معايا في الوقت الحالي أوي. تعالَ بقى كده المواصفات الشكلية بتاعة الشخص ده، ممكن يكون الشخص ده على فكرة شعره ناعم، حاجة ظاهرة لي أوي على فكرة إن الشخص ده شعره ناعم، أو شعره مثلًا إيه يعني دي أكتر حاجة فيه، ممكن أكتر حاجة ملفتة ممكن تكون في الشخص ده. باشوف برضه هنا كمان إن الشخص ده طويل، الشخص ده يعني طوله حلو، مش قصير ومش متوسط أوي، يعني باشوف طول الشخص ده حلو كده يعني، عارف تشوف الشخص ده طويل يعني. شوف برضه إن الشخص ده حد كده مهتم بنفسه أوي، أو حد دايمًا مثلًا بيحب دايمًا إن هو كده إيه يظهر، أو بيتطيب مثلًا كده دايمًا بأفضل حاجة. شوف إن الشخص ده دايمًا على فكرة برضه كده متوحد، أو بيحب إن هو يقعد لوحده، يحب دايمًا مثلًا إن هو كده يبعد عن الناس، يحب يقعد لوحده دايمًا الشخص ده كده، أو هو ممكن يكون شخصية متوحدة شوية. شوف دايمًا برضه على فكرة إن الشخص ده بيهتم بلبسه أوي، بيهتم بشكله أوي، يعني دي حاجة ظاهرة معايا. شخص برضه يعني هي تفاصيل شكلية أوي مش واضحة معايا، ممكن يكون الشخص ده لبعض الناس مسايب شعره أصلًا، يعني لبعض الناس لو هو راجل أو سيدة، وأكيد راجل يعني أكيد مسايب شعره يعني مش هاقول لك لأ، بس هو اللي ظاهر معايا هنا إن الشخص ده يعني إيه ممكن برضه لبعض الناس شعر الشخص ده يكون طويل برضه شوية، بس مش طويل أوي، يعني مثلًا ممكن يكون الشخص ده مثلًا شعره مثلًا إيه لحد كتفه، يعني مثلًا هنا إيه هنا مثلًا البنت دي سواء رجل أو سيدة، يعني لبعض الناس ممكن يكون شعر مثلًا الشخص ده لحد هنا مثلًا يعني، يعني عارف شعره مثلًا كده إيه لحد هنا كده، ممكن يكون شعر الشخص ده كده يعني ممكن يكون الشخص ده على فكرة بيحب الطبخ أوي، أو بيحب مثلًا الأكل أوي الشخص ده، يعني أنا باحاول إن أنا كده أجيب لك الأشياء كده إيه يعني اللي هي مميزة ممكن تكون في الشخص ده. ممكن دايمًا تلاحظ عليه بيحب اللون الأبيض، بيحب اللون الأحمر، الأسود، البنفسجي ممكن، وكمان برضه اللون البني، برضه ظاهر معايا أوي الألوان دي، والألوان اللي مدية على درجة الأحمر، يعني عارف الأحمر والبرتقاني
ومثلا ايه الاحمر الداكن قوي دوت اللي هو عارف كده ايه اللي هو بيميل دايما للون والاصفر، يعني عارف بيميل كده لدرجات الاحمر شويه الشخص ده قوي، والاخضر سنه يعني مش قوي. فده بالنسبة، وبرضه ممكن يكون الشخص ده شوية ممكن يكون بيحاول دايما يشتكي كتير، او الشخص ده دايما كده بيحاول ان هو دايما ايه يدي للناس اللي حواليه دايما طاقة سلبية. يعني دي حاجة انا بشوفها قوي موجودة في الشخص ده. تعالى بقى كده ناخد يلا ونشوف الشخص ده عمل سحر، السحر ده قديم ولا السحر ده جديد، وبالظبط نعرف القراءة هنا هل السحر ده ممكن ان شاء الله يحصل منه تشافي ولا لا. الكارت ده كان الطاقة بتاعتك، ده كده الكارت ده نحطه. هل السحر ده قديم ولا جديد؟ هل السحر ده قديم ولا جديد؟ الناس اكيد لسه ما عملتش لايك وشير وكومنت، يلا كده اكيد اعمل عشان اخد الطاقة بتاعتك معايا والقراءة تنطبق عليك بإذن الله. بالنسبة بقى للسحر ده قديم ولا جديد، اللي ظاهر معايا هنا على فكرة ان السحر ده جديد، مش بشوف الصراحة ان السحر ده بقاله فترة او بقاله مثلا السحر ده يعني مش بشوف الصراحة ان هو من زمان قوي. يعني انا بشوف ان السحر ده جديد، او بشوف السحر ده دايما من كده ايه يعني بيجدد نفسه، او الشخص مثلا اللي هو بيعمله لك ده بيروح كل فتره كده ايه يطمن عليه او يطمن مثلا عند الشخص اللي هو عمله هل هو لسه مستمر ولا لا. يعني بس اللي ظاهر معايا هنا ان كل ما مفعوله ينتهي حتى بيتجدد من اول وجديد وكانه لاول مره يتعمل. يعني حتى لو هو قديم وانت حاسس بكده، فده زي ما انا شرحت لك قبل كده، الشخص ده بيروح يطمن كل شويه ان الحاجه دي اتجددت والحاجه دي بقت افضل من الاول مليون في مره. يعني فاهم، هو بيروح يتاكد كده كده ايه كل فتره لفتره. شوف برضو هنا كمان، فالسحر ده قديم ولا جديد، اللي ظاهر معايا ان هو جديد الصراحه. يعني دي حاجه ظاهره لي، السحر ده جديد او السحر ده ايه. يعني انا بشوف ان هو جديد الحقيقه، بشوف الصراحه ان السحر ده قديم. بالنسبة بقى هل ممكن يحصل منه بإذن الله شفاء، أنا بشوف إن الصراحة أنت بتتمنى الشيء ده، يعني دي حاجة ظاهرية أنت بتتمنى أكيد إنك تتخلص من الشيء ده، بس أنا بشوف الصراحة إن مهما يعني أنت ممكن تضيع جزء من السحر ده أو ممكن مثلا إيه تحاول إنك تتخلص منه، لكن كل ما بتحاول تتخلص منه بيرجع لك أقوى، أو أنت شوية هتفضل متعلق على فكرة في موضوع السحر ده شوية. دي حاجة أنا بشوفها الصراحة، إنك هتفضل متعلق في موضوع السحر ده شوية، أو بشوفك إنك هتفضل برضو إيه كده هو ملازمك إلى حد ما. فانت كل اللي عليك الدعاء، كل اللي عليك مثلا شويه انك تتقرب من ربنا، تقرا قران، تقرا الايات مثلا مخصصه للسحر او سوره البقره طبعا من افضل السور. فانت على قد ما تقدر حاول انك تعمل ده، او حاول انك تتخلص من على الاقل جزء منه، او على الاقل تبقى مطمن طبعا ان ربنا اكيد واقف جنبك، يعني دي اول حاجه. ولكن حكايه الشفاء دي انا بشوفك الصراحه لسه برضه هتفضل متعلق فيه شويه، تفضل برضه لسه متعلق في موضوع السحر ده شويه. فده بالنسبة للقراءة بتاعتنا النهاردة لأصحاب المجموعة التانية. أشوفكم أكيد على خير وبالتوفيق ليكم جميعا. أقول الطاقات الأبراج اللي ظهرت معايا، ظهر معايا برج الجوزاء، برج السرطان، برج الحمل، ظهر كمان معايا هنا كمان برج الدلو، ظاهر برضو هنا كمان معايا برج الثور، برج الأسد، زورت جميع الأبراج. التشاريوت برضو هنا معانا الأسد، الحمل، الثور، العذراء، الجدي، العقرب. دي الطاقات والابراج اللي ظهرت معانا. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. كان معاكم محمد ايهاب، بالتوفيق ليكم جميعا، وكل سنه وكل حضراتكم طيبين وبالف صحه وخير يا رب.